السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم. اليوم يا أخوان جيتكم بشرح جديد، وهو كيفية قفل الخاص يعني كيفية قفل حسابك الخاص في التليجرام. يعني أي أحد ما يتواصل وياك بشكل نهائي. هي طبعا ماكو أي طريقة، ولكن أكو خطوات مختصرة. هي الخطوات. تعالوا يا شباب خلينا نذهب للتليجرام. ولكن يا أخوان قبل ما أبدي أكو تعليق لازم أجاوب عليه. تمام. التعليق يقول ليش أنت مشغل سهولة استخدام أو اللمس الخاص بالمكفوفين؟ يعني يا أخي أنت ما تحس بالكفيف، الكفيف هو يستمع للناطق اللي هو هذا خاص بالمكفوفين. حتى المكفوفين يفهمون علي والمبصرين يفهمون علي بنفس الوقت. فهي الشاشة ظاهرة حاليا، مو يعني ما ظاهرة، وهي ظاهرة. أنا لو ما ظاهرة إنه أنا ما ظلمتك. تمام. وشوف اللي ما عاجبه هذا الخيار واللي ما يريد قنوات المكفوفين يلغي الاشتراك. تمام. نروح للتليجرام. اكو طرق مختصرة لازم تسوونها اذا ما تريدون اي احد يتواصل وياكم. تمام. نضغط على التليجرام ونضغط على 3 نقاط الى الاعلى للمبصرين او المكفوفين في قائمة التنقل. تمام. نضغط على الإعدادات. هاي الإعدادات. ثم نضغط على لا عوف النفذة. نضغط على اسم المستخدم. أنت تحذف اسم المستخدم. تمام. تحذف اسم المستخدم. بعد ما تحذفه وتسوي موافق أو تم أو علامة الصح. إذا ما شوفوا أكو طرق متعددة يبحثون عليه. أول شيء عن رقم الهاتف، وثاني شغلة على اسم المستخدم. نروح على الخصوصية والأمان. رقم الهاتف سويها لا أحد. شوف هيك أكو خيارات متعددة. الجميع، جهاز اتصالي، لا أحد، من يمكنهم إيجادي في رقم هاتفي، الجميع، جهاز اتصالي. تقدر تسويها بإمكانك جهات الاتصال وبس. هكذا انه تقدر تخفي تسوي تطبيق وخلص بس. يا اخواني اذا كانت اكو ضوضاء فاعذروني كلش. تمام. فلا تنسوا تفعلوا زر لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. في امان الله.